السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أبطال؟ معكم يوليوس ورجعت لكم فيديو جديد مع لعبة فري فاير. فيديو النهاردة شرح التحديث الجديد وأهم الأحداث اللي نزلت وأهم المميزات الجديدة وكذلك الشخصيات والسكنات. أول حاجة في التحديث الجديد نزل معانا 6 سكنات جديدة وهم تبع شراكة ناروتو مع فري فاير. يلا بينا نشوف السكنات ونشوف أفضل السكنات فيهم والسكن المجاني وما إلى ذلك. يلا خليكم مع المقطع. زي ما انتم شايفين مع المقطع السكنات عندنا في البداية سكن اوتشيها ايتاتشي، وبعدين هو سكن مطور تمام، وبعدين عندنا اوتشيها مادارا طبعا شخصية خرافية، وكذلك عندنا ميناتو، وبعدين عندنا بين، وعندنا اوبيتو، واخيرا عندنا الشخصية المجانية اللي هي اوريتش مارو. كمان موجود معانا رقصة استدعاء اسطورية جدا، ولكن للأسف ان هي مش مجانية. تحتاج تكون ممتلك 4 سكنات من أصل 6 سكنات اللي هم نزلوا. نزل معانا كمان شخصية جديدة اسمها شخصية رين. شرح الشخصية باختصار: هي شخصية سنوية بتعطيك 3 كوناي كل 8 ثواني تمام. الكوناي الواحد بيدمج تقريبا 3 أو 4، إجمالي الضرر بتاعهم 12. كل ما تضرب على عدو هو بيضرب الكوناي تلقائي بعدها. ولكن مميزة الكوناي ده ان هو بيحدث ضرر قوي على جدار الجلو زي ما انت ما شايف في المقطع، وتشوف انا بلعب بالشخصية. بصراحة هي شخصية كويسة وعجبتني شخصيا، وانصح باستعمالها يعني في الكلاش سكواد او في المصنف. ونزل معانا كمان خريطتين قدامى من اللعبة، فقط اللاعبين القدامى هم اللي يعرفوهم: شخصية بيرغاتوري وشخصية كالهاري، ومن أفضل الإضافات بصراحة. كمان متجر الكلاش سكواد اتعدل واتضاف فيه نوعين من الكوناي بدل المسدسات. تم التعديل على بعض الأسلحة برضو زي الام 60 والاي سي 80 والام 590. أهم حاجة نزلت معنا في التحديث وهي مهارات النينجا، وزي ما انتم تشوفهم عندنا أول مهارة وهي مهارة الانتقال، وهي بتبقى عبارة عن كوناي صغير او سكين صغير بينقلك في المكان اللي بيتحدف فيه الكوناي تمام. تاني مهارة نزلت معانا وهي مهارة اماتيراس، وهي عبارة عن زي مهارة الحرق الموجودة ولكن بتدمج اكتر وبتحرق جدار الجلو بشكل اسرع تمام. هي مهارة تحفة بصراحة. عندنا تالت مهارة وهي يعتبر زي ديمتري ودرون العلاج في نفس الوقت، بتصحي اصدقائك لو نزلوا نوك في النقطة دي، وكذلك بتعبي دمك يعني. بصراحة انا مش شايف ان هي مهارة مفيدة جدا، يعني انت لو معاك درون العلاج افضل بكتير. رابع مهارة نزلت معانا وبصراحة انا مش عارف اسم المهارة وكذلك ما جربتهاش، بس شفت ناس جربتها. هي عبارة عن عنكبوت، يعني شخصية عنكبوت بتمسك العدو، نفس الشخصية بتاع العنكبوت الموجودة في اللعبة ولكن على شكل متغير. خامس حاجة معانا وهو الصقر ده، وهو عبارة عن زي صقر استكشاف كده. انت بتستخدمه بس مش بتتحرك من مكانك، انت بتشوف بالصقر، ولو قربت من عدو وانفجر زي ما شفت في المقطع بيسبب ضرر، ولكن مجرد ما بيختفي الصقر بترجع لمكانك تاني. كمان عندنا الإضافة دي وهي تشبه الدروب المطور ولكن على شكل جديد، وكذلك بيكون موجود فيها أسلحة مطورة، يعني أسلحة 3 قطع أو سلاح إكس بس على شكل جديد. هو نفس الدروب المطور بس يوجد فيه أسلحة مطورة، وكذلك موجود فيه مهارات الأكاتسكي أو مهارات ناروتو، يعني زي مهارة الانتقال والأماترس وكده، وأقوى المهارات بتكون موجودة في الدروب ده. كمان تم إضافة شجرة في خريطة برمودا تقدر تنتقل بداخلها أو من الداخل للخارج. كمان موجود فيها لوت، هي شجرة واحدة موجودة في التحديث. تقدر تدخل خريطة برمودا قريب من قرية الورق تبحث عنها. بصراحة يعني إضافة حلوة في اللعبة. وبكده نكون خلصنا أغلب الأحداث المهمة أو الحاجات المهمة اللي نزلت في التحديث الجديد. نزل معانا النهاردة بويا باس جديد، بويا باس شهر 8. أعتقد البويا باس نوعا ما كويس، يعني أنا من عن نفسي أعطيه تقييم 7/10. الرقصة بتاعته حلوة وكذلك السكن الموجود فيه كويس. وآخر حاجة معانا في المقطع النهاردة هو نزول متجر التخفيضات، متجر تخفيضات يوم السبت، وفي سكن ميناتو، بصراحة سكن جميل. كذلك متجر التخفيضات موجود فيه رقصة تبع ناروتو، موجود فيه شوية حاجات، ومتجر نوعا ما كويس. وبس كده. وإذا عجبك المقطع ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.